بتقدموا ايه يعني؟ كابونجا. كابونجا، الله الله، جميل جميل. أنا والله ما اعرف مين كابونجا، بس انا سمعت واحد برضه بقول له انت بيقول لي انا بموت في اسلام كابونجا، قلت له ما شاء الله. كابونجا بقى والتيخة والناس دي. ده بيغني اغاني دينيه بقى صح؟ لا، يا عم انا عارف يعني يكون بيغني ديني اكيد يعني. تسمع لقطة صغيرة. وانا اسمع مين يا ابني؟ يا ابني اسمع مين؟ بس في مشكله والله بجد يعني انا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني معلش برضه يا شباب، الاغاني اللي بتتغنى اليومين دول ديت يعني بتاخد ذنوب ومفيش فايده برضه. ما تزعلش مني يعني، ما بفهمش منها حاجه. احمد يوسف قلبي. ايوه صح ولا صح. غلط؟ ايوه صح. طب احنا بيقول ايه مثلا؟ قول كده، قول كده حاجه. خش بس يقول عشان نسمع. يلا قول. احنا مش عايز اسمع، مش عايزك تديني موهبه، انا بس عايز اعرف الكلام عشان نشوف ايه الكلام ده يعني. طب بيقول ايه مثلا؟ قول كده مثلا، قول اي حاجه. مين ده بقى اللي بيقول؟ اللي انت بتسمع له بتقول لي اسلام كابونجا ده بيقول يعني، فبنسمع مثلا نشوف ايه الكلمات قلت دي لك مثلا. كابونجا بس انت كملت الباقي يبقى انت عارفه. لا بجد والله ما اعرفه. انت قلت لي اسلام كابونجا، انا قلت لك وانا كابونجا واحد بس. قبل كده دخلت معاه بيقول لي انا بسمع برضه الاسلام كابونجا. اه. هو بيغني مهرجانات وكده. ثابت ثابت سوقالك. حاجه جميله الله. يعني قصدي إيه يعني؟ انت مثلا هل الاغنيه مثلا يعني مثلا ايه زمان الاغاني ما تزعلش مني في الكلام، بيبقى ليها مقصد، يقول لك مثلا دايما دموع مش عارف ايه حاجات كده، لكن دلوقتي مش بتفهمش حاجه اصلا. انا بعدي سبع المهرجان ما بفهمش حاجه اصلا. لا، في حاجات بتتفهم. والله. يلا على العموم يا شباب انا اسالكم سؤال. اسال يا شيخ. اسال. دلوقتي المحتوى ده لما انا اموت هيبقى في الحسنات ولا في السيئات؟ لا، ما انا بقى اسيب وصيه بقى. وصيه؟ هتقول له ما بقى في الوصيه؟ يبقوا امسحوا بقى الايميل ده. طب افرض ما حد، افرض اللي انت كاتب له الوصيه مات قبليك. يا نهار اسود. ابقى مساح انا قبليه. بس بقى انا بقى اسيب وصيتين. انت جاي تشيلنا ذنوب. لا والله يا عم انا جاي خايف عليك، انا اقدر اشيل الذنوب يا نجم النجوم. والله بجد، اصل لا لما اجي بقى، لما انا اجي انصحك او اكلمك كده يبقى انا جاي خايف عليك، مش جاي شايل الذنوب والله. انت مش معرفة يوم يعني. يبقى يا شيخ. فانت خلي بالك من محتواك. ليه بقى؟ انا دلوقتي مت في لحظه، عايزين بس اللون. لو مت في لحظه والله ما يبقى سيء. محتوية ولا برقص ولا بعمل اي حاجه، بس انا طالع عشان اخلي اخواتي تشوفني واكلم اخواتي بس مش اكتر. كل لا الناس انا اللي بتكلم مش في محتوى انت منزله. توأم يا عم منزلين محتوى، ما عندكم 207,000 متابع اهو. بقى عندكم محتوى يعني بتنزلوا حاجات. هو المقصد ايه؟ المقصد ايه والله بجد يعني، ركزوا في كلامي. المقصد ايه؟ ان انا دلوقتي مت، فهو انا سايب محتوى، لا اما هلاقي المحتوى ده اللي بيشوفه بياخد من ورايا سيئات، لا اما اللي بيشوفه بياخد من وراه حسنات. صح ولا غلط؟ صح. صح. يبقى احنا كده عايزين نموت ما نسيبش سيئات، ما هو احنا مم. صح ولا غلط؟ انا انت طلعت ترند. انت اللي تريتني. علي زين. علي زين يقول لك يا علي. علي بيزين. عرفت بقى يا شباب؟ صباح الخير. لسه كسبت وربنا. انت نصحنا احنا دعنا. نصحنا مولانا. نصيحة. انا بقول لك اهو، خلي بالكم انتوا انا لسه في قصه شاب انا منزلها. سمعت الشاب ان هو مات وكان ما بيصليش ده ورجليه اتبطلت وكان عمال يقول انا عايز اصلي، انا عايز ارجع اصلي. ايوه بتاع العربية الحادثة ده. على العربيه. اه. ده يرحمه. مش ده احنا ممكن نكون مكانه في مره من المرات؟ ايوه اكيد. خلي بالكم. وخلي بالك. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي احمد. احمد بص يا السيد أحمد. محمد السيد الشرب النوس. خلاص يا احمد فيها، وانا هقدم لك في السجل المدني. الله يا رجاله، الله على التكبيس يا شباب، والله ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر عليك. كل ده والله عشان تنصحنا. مش بقول لك طالع تكسب وتشيل ده سيئات بس. انت بتصحى ده غير الميت ليه يا حقيقة؟ علي زين. لا والله. بص كلامه صح على فكره. أكيد. الناس أكيد. اللي هنا دول بقى كلهم. حبيبي لا والله يا احمد، يعني اقسم بالله يا احمد الموضوع خطير.
يعني ايوه انتوا يا جماعه مش متخيلين موضوع اللي انا ابقى سايب محتوى فيه حاجه تجيب لي سيئه، ده مصيبه من المصايب. خلي بالك، حرام. بس خلي بالكم الموضوع فعلا خطير جدا والله. انت فين؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انتوا بتصلوا؟ من اللي فيكم بيصلي؟ كلنا بنصلي الحمد لله. مش شايف الزبيبه ولا ايه؟ لا انا شايف الخط ده لا دي تعويره. يا اسطى انت هتزيد تعويره مين؟ شفت بقى التشبيه برضه يا مولانا شيله ذنوب. داخل على شيخ انا ممكن ناصر. اخد منك حسنات تقول لك الله يسامحك بس. لا يا عم والله لا، ما هو انت عارف اصلا دي حكمها ايه ولا مش عارف؟ لازم يسمع الكلام ده يا جدعان. عايز بيقول لك لازم تيجي تسمع الكلام ده. تعالى طب تعالى هنا طيب. حكمها ايه؟ عارف حكم انا سامع. عارف. نعم. بقول لك عارف حكم الخط ده ولا مش عارف؟ عموما الحاجب اللي هو الحاجب بتاعنا ده ما ينفعش نخففه، ما ينفعش نقطعه. حرام، عشان كده بيتشبه بالنساء. خفيف. ولعن الله المتشبهين بالنساء. ده انت مدلع ومحدد وقطع خلاص بقى يا انت عارف يا احمد، انت تخيل ان الحديث ده نازل في النساء؟ يعني يعني عارف اللي هو لعن الله النامصه والمتنمصه، يعني الحديث كان نازل في النساء، ما كانش متخيل ان في رجاله هتعمل كده اصلا. تخيل حصل. بقى. بنشوف بتسمع مين؟ بنشوف بتسمع مين؟ والله بجد مش بهزر. خلاص بقى يا مولانا. انت كمان بتشتمنا بنت الله يسامحك. لا يا عم ده شباب والله يا جماعه كويس ومحترم، وليس العيب ان نخطئ، يعني مش العيب اللي انا اعمل حاجه غلط، بس العيب اللي انا اتبادر في الخطأ. اتعلم من غلطك. اللي يقول حاجه على حد هي مش فيه بقى ده بيبقى عقابه ايه بقى؟ ده بيبقى انسان ناقص. الغيبه والنميمه بيبقى انسان بيعمل بهتان بعد عنك اقوى من الغيبه والنميمه. حسبي الله ونعم الوكيل. جماعه بس ايه؟ شباب محترم يا شباب والله. انتوا كده خلي بالكم الموضوع ده بتاع الخط ده. النقطه المهمه الموضوع المحتوى بتاعكم خلي بالكم. النقطه الثانيه والمهمه موضوع الصلاه. الصلاه دي اهم حاجه في الحياه. لو انا ما بصليش انا كده ضايع من الاخر. الصلاه مهمه. تيجي تقول لي اسلام انت مسجون لما مولانا يطلع بس. تمام يا احمد. حبيبي يا شيخ. تمام انا اسمي احمد على اسمك على فكره. وانا كمان. ربنا. حبيبي يا شيخ. اكتر من اسم احمد. طب اسم على اسمي ياخد حته من جسمي وخصمه يبقى خصم. بس كده. انتوا صليتوا النهارده؟ مين اللي صلى فيكم النهارده؟ لا يا شيخ انت بتحطنا في احراج. لا يا شيخ. والله بتشيلني سنين فعلا. علي بيقول لك دخلني اللايف ماشي. لا يا اسطى والله مش بشيلك، ده انا بالعكس، ده انا خايف عليك. اشيلك لا، ده انا. هو في حد يا احمد بقول لك والله يا احمد بجد، هو في حد يا شباب بينصح حد دلوقتي لله او مثلا؟ مفيش بس احنا عندنا بقى عم حازم. والله يعني يا جماعه، هو في حد دلوقتي مثلا يكلمك كده يقول لك يا ابني اهتم مفيش حد بيعمل كده الا ابوك وامك بس. صح ولا غلط؟ ايوه اكيد. فالداعيه اللي بتشوفه على القنوات او الانسان المخلص اللي بتشوفه عامل محتوى سواء انا او غيري، لما يجي يكلمك فعلا هو بيكلمك بصدق، يعني هو مش عايز منك مصلحه ولا عايز منك اي حاجه ولا عايز منك اي حاجه في اي حاجه، هو عايز منك ان انت ولا حتى عايز ياخد مني حسنات وشايلني سيئات بالكلام. لا لما اقول لك على حاجه لما اقول لك على حاجه غلط كده مش وربنا ضحكتك ديت بالدنيا وما فيها. حبيبي يا احمد والله احنا هنعمل احمد. ضحكتك زي العسل واسمك كمان، يعني انا اسمي على اسمك كمان، يعني دي حاجه انا اتشرف بيها. حبيبي يا احمد الله يبارك فيك. ده انت اللي عسل يا حبيبي. ده انت اللي عسل جميل. بقول لك يا شيخ احكي لنا القصه بتاعت امام الشافعي اللي هو في علم الفروسيه لما قعد سنتين يدرس في الفروسيه. الامام الشافعي يا جدعان هو انا ايه يا جدعان؟ ماشي. شفت انت طلعت فين؟ مين اللي ما اعرفش والله القصه دي. ما تعرفوش ازاي يا شيخ؟ يا عم انا الشيخ يعني عارف كل حاجه في الدنيا. لا انا احكي لكم قصه والله جميله جدا، يعني انتوا عارفينها ودي بتدل على سوكا اسمع اسمع الكيس السوزوكي. بجد والله يا جماعه بتدل على سبحان الله على رحمه الله عز وجل، وعلى ان العبد ممكن في اخر لحظاته يتغير ويتوب الى الله. انتوا عارفين قصه الراجل اللي قتل 99 نفس، صح ولا غلط؟ عارفينها؟ لا. تمام. هو الراجل ده قتل 99 واحد 99 واحد تخيل. فهو انا دول عليا قتلت 2 مطلعيني في الاعلام
قتل 99 واحد، فهو مخنوق متضايق زعلان، انا قتلت 99 واحد، يا رب انا عايز اتوب، يا رب انا عايز اتغير، ومش طايق نفسه. ففي بقول لك يا القريه شيخ بعد بتاعتي اذنك من غير مقاطعه كلامك، بدون مقاطعه كلامك، هي الفلوس اللي بتيجي من التيك توك حلال ولا حرام؟ على حسب المحتوى بتاعك. طيب افرض انا طالع فاتح لايف كده عادي، بتكلم وبهزر وبضحك، ناس راحت جايه راميه كده بقول يعني. لك لو انت بتقدم محتوى ما فيهوش مخالفات شرعيه وفلوسك حلال، لايف حاجه مفيده، انت طالع بتتكلم في حاجه مفيده، بتعلم الناس حاجه مفيده، بتعمل حاجه مفيده، خلاص واحد بيبعت لك دي حلال عليك. طب بطلع بقى مع مين؟ مخنوق بقى، لو واحد مخنوق بقى وضحك مع اخواته برضه عادي يا عم، حرام. بطلع واضحك، بس ما انا بقول لك طالما ما بعملش مخالفه، هو الضحك حرام، بس اضحك على ايه؟ بس يعني بس الفلوس حلال. انا بقول لك على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه، مفيش مخالفات شرعيه، خلاص يا عم فلوسك حلال، دي هديه واحد بيديها لك وانت ما بتعملش حاجه غلط. طب لو بتعمل بقى حاجه غلط اكيد هيبقى الفلوس محرمه. احنا محتوانا كابونجا. يا عم خلاص خلاص. فاتح فيها انت النهارده. ما تعرف يا احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من احب. يا ابني كل ده اقسم بالله انا دلوقتي عايز افهم. نعم. انا دلوقتي لو خدت فلوس ابن حلال بقول لك ايه، بقول لك بقول لك ايه، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا الشيخ حبيبي. بعد اذنك اسمع بس دي، تعالى كده زياد، تعالى زياد، اسمع يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. شيخنا زياد عامل ايه؟ شيخنا ايوه يا زياد سامعك، النت عندك. دلوقتي حضرتك كنت مدي واحد صاحبي 500 جنيه دافعهم بسببه، لو خدت الاستبن بتاع التوك توك حلال ولا حرام؟ يا عم حرام عليك، هتاخد منه الاستلام ده، راجل شقال على توك توك. وانا 500 5 لحاليح، ايه الدنيا؟ يا عم خلاص بقى بقدم لك بقى، بقدم لا لك. انت كده لا لا يا عم راجل عنده توك توك بيفسح مين ناس ذئابا وهابا، انا عايز تاخد منه الفرد ده. بيفتح الناس. وبيشغل مهرجانات يا شيخ والكابونجا والكابونجا برضه. لا ما هم بيقدم محتوى رقص برضه وكابونجا. علي زين بيقول لي خدهم حسنات لا والله. احسن. لا يا جول. كنت راكب مع واحد اللي عندنا السرفيز، فهو مشغل اغاني، فبقول له ايه؟ بقول له يعني وطي شويه الاغاني، تمام؟ فقال لي يا شيخ حاضر، راح صراحه موطيها. بقول له انت عارف ان كل واحد هيسمع الاغاني دي في ميزان سيئاتك يوم القيامه؟ الراجل اتزغف، الشاب اتزغف. فقال لي يا شيخ جزاك الله خير، وراح طفيها خالص. ما هو فعلا خلي بالك، انت دلوقتي سايق التوك توك، كل اللي راكب معاك وعمال يسمع، انت هو عمال ياخد سيئات من وراك، تخيل بقى. ما بالك بقى في اليوم بيعمل له 700 جنيه، ومن 700 ل 1000، يعني راجل كسيب. هو جميل جدا بس ما تشغل. بيشغلش غير مهرجانات فزيقه خان. ما هو ما للاسف، ما هو يعني للاسف الشديد احنا بنمشي مع الموضه، بنمشي مع يعني مع الماشي اللي ماشي، ما بنشوفش بقى ديننا بيقول لنا ده صح، ده غلط، ده حرام. هنعمل ايه؟ ما انت لازم، انا كمسلم يا احمد يا شباب، لازم انا كمسلم اشوف انا عندي دين، الدين بتاعي ضابط. يعني ايه ضابط؟ يعني اشوف ده صح، ده غلط، ده حرام، ده حلال، ده مكروه. انت فاهمني؟ عشان اقدر ان انا، عشان عايز اخش. مش انت عايز تخش الجنه ولا انا مش عايزين نخش الجنه؟ اكيد طبعا، ربنا يهدي الكل. العظيم. احنا يا جماعه مش هنخلد في الدنيا، يعني ان كده كده لحظات وبعد كده خلاص، ده اما الجنه لا اما النار، فاحنا عايزين ندخل الجنه. فالجنه محتاجه تعب، محتاجه ان انت شويه على الشبهات، محتاجه ان انت تتعب شويه، مش محتاجه. ما هو أصل احنا لو الدنيا اتساوت خلاص، لكن محتاجه تعب. قال تعالى فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فاهمني؟ حبيبي سيدي، فالموضوع صعب يا شباب. على العموم بقى الراجل ده قتل 99 واحد وعايز يتوب، يعمل ايه؟ يا جماعه انا عايز اتوب، دلوني على اعبد اهل الارض. هاتوا لي اعبد واحد في الدنيا دي انا اروح له عشان اساله هل ربنا يغفر لي ولا لا. يبقى كده هو اول حاجه ايه؟ ندمان على اللي هو عمله. اهم حاجه يبقى ندمان، وده شرط من شروط التوبه، الندم. الندم على فعل الذنب، يعني انا عملت ذنب عشان اتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب، اعمل ايه؟ اندم على ما فعلت. صح. تمام. الامر الثاني، تمام، هو دلوقتي بقى إيه؟ عمال بقى يدور، يا جماعه دول، راح للراجل عابد فقال له انا ايه؟ انا قتلت 99 نفس، هل ربنا يغفر لي؟ قال له 99 نفس ربنا يغفر لك؟ انت مجنون يا ابني ولا إيه؟ راح بمعنى الكلام قال له انت يا ابني انت بتهزر. راح ما عجبوش الكلام، راح قتله ومكمل بال100. يبقى كده هو قتل كام؟ 100 واحد. الراجل برضو بعد ما قتل ال100 هو مخنوق ومتضايق، زعلان في قلبي حرقه، انا متضايق زعلان، انا مش طايق نفسي. فقال دلوني على ايه؟ اعلم اهل الارض.
يبقى الاول مره دلوه على عالم العابد، بعد كده دلوه على ايه؟ دلوه على عالم. تمام. فراح للعالم ده قال له انا قتلت 99 ولسه قاتل واحد دلوقتي والدنيا معايا من الاخر بايظه خالص. تمام، اعمل ايه؟ قال هل لي من توبه؟ بقول له انا اقدر اتوب كده؟ قال وما الذي يحول بينك وبين التوبه؟ ما تتوب يا عم. وربنا قال، وربنا ما قفلش باب التوبه اصلا. يعني هو باب التوبه يا جماعه مفتوح حتى ان تبقى الشمس بدل ما تجي من المشرق تجي من المغرب، ودي من علامات الساعه. وحتى الروح ما تغر، يعني في حاجتين مش هتقدر تتوب عنهم: ساعه الموت، يعني ساعه ما تموت مش هتعرف تتوب، وساعه ما من علامات الساعه ان الشمس بدل ما تجي من المشرق هتجي من المغرب. لكن طول ما انت عايش تقدر تتوب في اي وقت، الا في اللحظتين دول: ساعه ما يجي لك ملك الموت، وساعه ايه؟ موضوع الشمس لما من علامات الساعه ان الشمس بدل ما تجي من المشرق تجي من المغرب. بس قال له غير الارض اللي انت فيها، يعني روح مكان غير المكان اللي انت فيه، لان المكان اللي انت فيه الناس اللي موجوده فيه دولت مش كويسين. ليه مش كويسين؟ لما واحد يقتل 99 نفسه لسه عايش في وسطهم ومحدش عمل له حاجه ومحدش بيكلمه، اكيد الناس دي ما فيهمش خير. لو كان فيهم خير كانوا نهوا عن اللي عملوه. وفعلا سبحان الله انتقل من الارض، تاب الى الله عز وجل وانتقل من الارض وهو في نص الطريق مات. وسبحان الله دخل الجنه. طب ده كان قاتل كام؟ 100 نفس، ودخل ايه؟ دخل الجنه. تمام، بسبب التوبه، بسبب الصدق. تمام. يبقى يا جماعه اللي عايز يتغير فعلا وعايز يتوب لازم تغير البيئه اللي انت المحيط بيها. يعني انت فاهمني؟ مش هقول لك بقى انقل من مكانك، بس غير صحبتك لو في صحبتك فيها حاجه غلط. يعني امشي مع الناس اللي تعليك، امشي مع مش بقى لا يا عم انتوا ناس كويسين والله، بس بتكلم دي عموما والله. يعني انت عايز تتغير شوف صلوا على النبي يا جدعان، صلوا على النبي. في اللايف يصلي على النبي دلوقتي، كل اللي في اللايف صلوا على النبي. قول لي يا شيخ احمد انا الرجاله كلها تكاتك وبتاع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ الزوكا هو في صاحبنا. حد يبعد عن النص التاني؟ خليك انت في حالك يا حبيبي. طلعوا بره الولد ده. يا جماعه هم شباب كويس، ربنا يوفقهم. وانا عملت لكم متابعه يا شباب. حبيبي يا شيخ، وانا شيخ رديتها لك كنا بنفتحوا مع بعض. الحال يا رب باذن الله وييسر لكم الامر. ربنا يسترها معايا. كل كلامي يعني ركزوا في كل كلمه قلتها لكم، انا فعلا والله بقول الكلام من قلبي، وكل كلمه قلتها لكم ركزوا فيها. تمام، وربنا يصلح لكم الحال. يعني فعلا والله الناصح فعلا والفطن اللي هو يفوق قبل ما يموت. مش ببشر عليكم، بس يعني ما الواحد ما يعرفش عمره، العمر بينتهي في لحظه يعني. امين يا شيخ. يقابل ربنا وراضي عليه. يلا عايزين حاجه يا شباب؟ حبيبي يا شيخ. يا باشا ربنا يوفقكم ان شاء الله ويصلح لكم حالكم. احكي بقى من ضحكتك الحلوه قبل ما تطلع. حبيبي يا اسطى، باي باي. يا شيخ السلام عليكم. السلام يا حبيبي، مع السلامه. صلوا على النبي اخواتي اللي في